أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، ومساء الخير لكم عبر فضائية روجافا. في هذه الساعة المباشرة نطرح مجددا اتفاقية 29 من يناير، أو التي تحمل معنى الاندماج الديمقراطي. الاندماج ما بين قوات سوريا الديمقراطية عسكريا والإدارة الذاتية كهيئة إدارية ضمن الحكومة المؤقتة في دمشق. هذا الاندماج كيف يأتي في هذه المرحلة من نقاطه، سلبياته وإيجابياته، وتحديدا بما يخص القضية الكردية، المعوقات التي نستطيع أن نقول سببا في تأخير مسار الاندماج إلى الوقت الحالي، وتحديدا بعد التصريحات التي أدلت بها رئيسة دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية السيدة إلهام أحمد بعد لقائهم مع دمشق. دمشق تطرح وتطلب أسماء من أجل أن يكون لها مناصب ضمن هيكلية الحكومة المؤقتة، سواء كان في البرلمان، في الوزارات، في التنظيم الإداري بشكل عام. هناك بعض من المناصب لم يقبل بها القيادات الكردية في هذه المرحلة، بل تتجه الأنظار إلى تشكيل حزبا كرديا جديدا وفق ما صرحت به صحيفة المونيتور. مشاهدينا، للنظر أكثر حول كل ما طرحناه ولنقوم بتحليله بشكل أوسع، يسعدني أن يكون معي هنا في الاستوديو الأستاذ طلعت يونس، عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي. أستاذ طلعت، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. أستاذ طلعت، نبدأ من التصريحات الأخيرة لدى السيدة إلهام أحمد رئيسة دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية بعد الزيارة التي قاموا بها إلى دمشق واللقاء مع الحكومة المؤقتة. كيف ترى هذه التصريحات وكيف تؤثر برأيك على مسار الاندماج واتفاقية 29 من يناير؟ مساء الخير لكم ولجميع مشاهدي قناة روجافا. بالحقيقة هذا الاتفاق، اتفاق 29 من يناير، يعتبر خطوة أولية من أجل البناء عليها في رسم ملامح سوريا المستقبل، سوريا الجديدة، من أجل المشاركة الفعلية لجميع السوريين برسم هذه الملامح والمشاركة الحقيقية في بناء سوريا وإنهاء حقبة الإقصاء والتفرد والاعتماد على اللون الواحد والنظام المركزي الذي لا يراعي فيها إرادة المكونات وأيضا المناطق. لذلك هي خطوة وبداية أولية من أجل البناء عليها مستقبلا. هذه الاتفاقية أتت في مرحلة حساسة، والنقاط هذه الاتفاقية تعتبر خطوة أولية. تطبيق هذه الاتفاقية ببنودها الدمج الديمقراطي الذي نسعى إليه، لأن يكون الإدارة الذاتية بمؤسساتها، بقوات سوريا الديمقراطية بهيكلها العسكري، من خلال الاندماج مع مؤسسات وهيكلة الدولة السورية، بأن يكون هناك مراعاة لخصوصية هذه المناطق، لخصوصية هذه القوات والهيكلية الإدارية، المؤسسات الإدارة الذاتية التي تدير المنطقة والتي لها تجربة كبيرة في إدارة المنطقة وعبر مؤسساتها ومجالسها، أن تكون جزءا من هذه الهيكلية. لذلك منذ بدء تطبيق هذا الاتفاق كان هناك بعض الخطوات التي تم القيام بها من الناحية العسكرية ومن الناحية الأمنية، من الناحية المؤسساتية، إلا أنها لم ترتقي إلى المستوى المطلوب. السبب هناك العديد من التحديات، وهناك تباطؤ أو تماطل من قبل الحكومة المؤقتة في عدد من الملفات التي نعتبرها ملفات أساسية وملفات يمكن البناء عليها، بناء الثقة عليها. نذكر أهم الملفات
بوجهة نظرنا أن ملف الأسرى، نعم، ملف الأسرى والمعتقلين، ملف عودة المهجرين إلى مناطقهم، هذه ملفات أساسية، وضمان أمانتهم، ضمان أمانتهم بالدرجة الأولى طبعا. تطبيق هذا البنود وهذا النقطة الأساسية هي تعتبر الأساس لبناء الثقة وللمضي عبر الاتفاق في الخطوات الأخرى. إلا أن حتى الآن الحكومة المؤقتة هناك مماطلة، هناك تأخير في ملف الأسرى رغم بعض الدفعات التي تم الإفراج والتبادل عليها، إلا أن هناك تأخير وهناك تماطل من قبل الحكومة المؤقتة، وهذا ما يؤثر على هذا السير، هذه العملية. برأيك هو يؤثر على العملية سياسيا وإداريا، أم أنه يؤثر على الحالة الشعبية الموجودة طبعا في المنطقة؟ من الناحيتين، من ناحية الخطوات المتفق عليها، وأيضا الحالة العامة، الحالة الاجتماعية. بناء الثقة مهمة، نعم. بناء الثقة مهمة. لذلك هناك تماطل وهناك تأخير، هناك طبعا تحديات. نعتقد بأن قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمنية والإدارة الذاتية إلى هذه اللحظة قامت بكافة الخطوات التي تقع على عاتقها في الدمج العسكري والأمني، وأيضا من خلال جاهزية مؤسسات الإدارة من أجل الدمج. فهذه المؤسسات والقوات سوريا الديمقراطية كان لها دائما الخطوات المسبقة السباقة من أجل تحقيق هذا الاتفاق. إلا أن الجانب الآخر هناك تباطؤ وهناك بعض العراقيل، وكما صرحت بها السيدة إلهام أحمد بأن هذه اللقاءات الأخيرة كان لمناقشة هذه التحديات ولبدء خطوات. أيضا هناك ملفات أخرى هناك يلزمها المزيد من النقاش، ولم تخطو هذه الحكومة الانتقالية أي خطوات جدية. ملف مهم وهو ملف التعليم، ملف التربية والتعليم، والتي أكدت السيدة إلهام أحمد من خلال تصريحها بأنها ملف حساس وملف مهم وأساسي، ولا يمكن التراجع عن مطالبه بالاعتراف بشهادات الإدارة الذاتية ونظام التربية رغم بعض اللقاءات التي حدثت، رغم بعض التعيينات الإدارية في هيكلية التربية. إلا أن هذا الملف لم يحرز هناك خطوات جدية، ويلزم المزيد من الجدية من قبل الحكومة الانتقالية والخطو خطوات جدية. إلا أن قوات سوريا الديمقراطية الإدارة الذاتية بجميع مؤسساتها قامت بما يقع على عاتقها وجاهزة لأجل هذا الدمج. وأيضا نقطة أساسية ذكرتيها بمسألة الاتفاق وضمان حقوق الشعب الكردي، يعني هذا ما أريد أن أطرحه. ملف التعليم مرتبط بملف الحقوق الثقافية لدى الشعب الكردي، طبعا يعني مرتبط بمرسوم 13 الذي طرح أيضا بالاعتراف بالحقوق الشعب الكردي، إلى أن لم نرى الخطوات الفعلية بهذا الموضوع. هل برأيك هذا البند يمكن أن يؤثر على مسار الاعتراف الدستوري بحقوق الكرد في المرحلة المقبلة؟ طبعا الحقوق القومية والحقوق الثقافية للشعب الكردي، خصوصية المناطق الكردية، اللغة الكردية التي تعتبر الهوية. نعم. اللغة هي الهوية. لذلك من هذا الجانب الاعتراف الدستوري وجانب الاعتراف بالحقوق المشروعة، الحقوق الشعب الكردي. حتى الآن الوفد التفاوض الكردي الذي انبثق عن كونفرنس وحدة الصف الكردي، رغم العديد من المطالبات بالحكومة الانتقالية من أجل
قيام هذا الوفد بمناقشة الحقوق المشروعة للشعب الكردي والحقوق الثقافية والحقوق القومية وضمانها دستوريا. حتى الآن الحكومة الانتقالية لم تبدي جاهزيتها بالتفاوض والنقاش مع اللقاء مع هذا الوفد الكردي الذي سوف يناقش جميع الجوانب المتعلقة بالقضية الكردية وحقوق الشعب الكردي في سوريا وضمانها دستوريا. جميع هذه الخطوات الأساسية وهذه التحديات وهذه المماطلة من قبل الحكومة الانتقالية تؤثر على سير هذا الاتفاق، بالإضافة إلى بعض الإجراءات التي تقوم بها هذه الحكومة من خلال تعيين بعض الإداريين والمديريات بدون الرجوع إلى اللجنة المكلفة من أجل الدمج وبدون المناقشة. هناك بعض التعيينات التي تقوم بها هذه الحكومة، أيضا هذا يشكل أيضا من أحد التحديات والصعوبات التي هناك عدم التزام بروح هذه الاتفاقية، و أيضا هناك خرق لبعض بنود هذه الاتفاقية من خلال هذه التعيينات. فجميع هذه المواضيع تؤثر على السير، وأيضا هنا مطالبة بالمزيد من النقاشات والحوارات لأجل الإسراع في عملية الدمج والالتزام بالاتفاق وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من قبل الحكومة الانتقالية. نعم، بهذا الخصوص أستاذ طلعت، يعني لكوننا تحدثنا عن مسألة تعيين الشخصيات ضمن الهياكل الإدارية في مناطق الجزيرة أو المناطق التي تعني بملف الاندماج، هل ترى بأن هذه التصرف مرتبط نوعا ما بعدم جدية مسألة وحدة الصف الكردي أو الأحزاب الكردية اللي كانت متواجدة، خاصة بأن كان دائما هناك لقاءات فردية؟ يعني لو على سبيل المثال كان موجود موقف جدي من الأحزاب الكردية التي انبثقت عن مؤتمر وحدة الصف الكردي، كان يمكن أن يكون هناك جدية من قبل دمشق في التعامل مع هذا الموضوع. وأنا أتحدث عن عفرين وأيضا المناطق المحتلة يعني سابقا. طبعا بالتأكيد وحدة الصف الكردي والموقف الكردي الواحد المشترك له تأثير مباشر على الإرادة الكردية من أجل الحوار مع الحكومة الانتقالية، إلا أن لا نعتبرها سببا بهذه الخطوات التي تقوم بها هذه الحكومة، إنها تعتمد على العقلية التي تنتهجها هذه الحكومة الانتقالية التي تحاول إعادة نظامها المركزي والخطوات الأحادية والاعتماد على لون واحد والأقصاء إرادة الشعوب في روجافا أو حتى في سوريا بشكل عام. كافة التعيينات وكافة المناصب وكافة المؤسسات حتى في المحافظات الأخرى، في محافظات السورية الأخرى، يتم تعيين أشخاص خارج إرادة مكونات تلك المنطقة أو يكونون من خارج أبناء تلك المنطقة، ويتم هذه العقلية وسياسة الإقصاء وعدم رؤية إرادة الشعوب هي مشكلة حقيقية لدى هذه الحكومة ولهذه السلطات باعتمادها على العقلية المركزية التي تريد أن تدير الأمور من مركز واحد. هذه العقلية هي موجودة، يجب أن يصبح هناك تحول بهذه العقلية وهذا التقرب، وأن يرى بأن إرادة المكونات وإرادة المناطق هي أساس من أجل بناء سوريا جديدة،
سوريا لا يوجد فيها أي شكل من أشكال الإقصاء، أشكال الاستبداد، أشكال القرار الواحد، أشكال إرادة المكونات التي تكون معدومة. يجب أن يتخلص هذه الحكومة من هذه العقلية ويتقرب وفق عقلية ترى إرادة المجتمعات والشعوب هي أساساً، وتعتمد على العقلية المنفتحة، العقلية اللامركزية، عقلية سوريا جديدة تطمح تكون وفق طموح المكونات السورية، وخاصة نراها اليوم هذه العقلية أيضا من خلال مناطق روجافا وتقرباتهم حتى من هذا الاتفاق المبرم. هذا هو السبب الأساسي بهذه العقلية وبهذا المنطق الذي تحاول هذه الحكومة إدارة شؤون البلاد من خلال هذه العقلية المركزية. لذلك نرى بأن الاعتماد على هذه العقلية والاستمرار في هذا النهج لن تجربة الحلول في سوريا. معاناة الشعب السوري كبيرة، تزداد هذه المعاناة يوما بعد يوم، نراها في جميع المناطق السورية والمحافظات السورية. هناك حالة غليان شعبي وحالة عدم رضاء من سياسات هذه الإدارة. لذلك نرى بأن هذا الاتفاق تكون خطوة أولية للبناء عليها من أجل سوريا عامة. هكذا وصفها بعض السياسيين بأن نجاح هذا الاندماج بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية مع الحكومة المؤقتة في دمشق وكأنها مرحلة بداية إنقاذ للقوقعة التي بها سوريا. طبعا بالتأكيد دائما كنا نرى بأن مشروع الإدارة الذاتية هو نموذج الحل في سوريا، نموذج الحل لسوريا. أيضا نرى بالاندماج الديمقراطي، نعم، بهذا الدمج الذي يعتبر شكل من أشكال اللامركزية، اعتماد ورؤية ضمان خصوصية المناطق، تكون للمناطق. لماذا يصعب على الحكومة المؤقتة أن تعترف بأن هي لا مركزية؟ هناك خوف وهناك عدم تقبل لعديد من المصطلحات كما ذكرها بعض الإداريين سابقا. أيضا هذه تعتمد على العقلية المغلقة الغير منفتحة التي تقوقعت في ضمن إطار واحد وغير منفتحة للانفتاح والتحول الديمقراطي. كيفما هناك تهرب وكيفما هناك الابتعاد حتى عن مفهوم أو حتى مصطلح الديمقراطية من قبل هذه الحكومة، هناك تخوف من هذا المصطلح وهذه الكلمة. إلا أن نحن مصرين، نحن جادين، ونرى بأن هذا الاتفاق رغم العديد لا يصل إلى مستوى طموحاتنا، إلا أنها بداية وهي أساس من أجل بدء مرحلة جديدة وأيضا نضال سياسي، وتشكل أرضية أيضا كما تفضلت من أجل سوريا عامة لبناء نظام لا مركزي. لذلك نرى بأن هذا الاتفاق مهم، ولذلك خطوات ما نقوم به سواء قوات سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية كما ذكرت سابقا هي السباقة وهي ملتزمة في سبيل تنفيذ هذا الاتفاق بكافة بنوده. نحن نقول الآن أن الحقوق الكردية هي بين الاندماج الديمقراطي بين صياغة الدستور، يعني المرحلة الآن مرحلة تثبيت وترسيخ الحقوق. كيف ننظر الآن إلى الواقع الكرد في المنطقة؟ والأنظار هي ليست فقط على الكرد، سوريا متنوعة
بسوريان، بآشور، بأرمن، بتركمان، يعني متنوعة بالتعددية السكانية. فإذا كيف هي واقع اليوم قضايا الشعوب ضمن واقع الاندماج؟ بالحقيقة القضية الكردية هي قضية جوهرية وأساسية من جملة القضايا السورية. حل القضية الكردية في سوريا يعتبر أساس لحل جميع القضايا الموجودة في سوريا. عدم حل هذه القضية وفق الاعتراف الدستوري بالكرد وحقوقهم دستوريا في سوريا ونيل جميع حقوقهم المشروعة هو السبب للعديد من المشاكل أو الأزمات السورية، فهي أساس لحل المعضلة السورية والتحول الديمقراطي في سوريا. لذلك هي قضية أساسية. هذه الحكومة يجب أن تكون لها هذه الخطوات من أجل حل القضية الكردية والاعتراف الدستوري، وأيضا الاعتراف الدستوري بحقوق الشعب الكردي والاعتراف بالتنوع القومي والتنوع الأسني في سوريا، وأن سوريا ليس بلون واحد وليس بقومية واحدة وليس لغة واحدة، أما أن هي فسيفساء كما يسمونها أو حديقة أو جميع المسميات التي يسمونها، هذه هي تنوع وتمثل إرادة جميع هذه المكونات، وسوريا لجميع السوريين. يجب أن تكون لديها هذه التقبل وهذه العقلية. الاستمرار بالإنكار لوجود القضية الكردية والحقوق المشروعة، بالتالي هناك إقصاء، سياسة الإقصاء، وهناك تأثير، وهناك أيضا إقصاء لجميع المكونات الأخرى في سوريا. كما ذكرت هناك مكونات عديدة في سوريا، هناك تنوع قومي وديني. نعم. لذلك الاستمرار في هذا النهج ما يؤدي إلى المزيد من التعقيدات والمزيد من الأزمات وعدم الحلول. هذا الجانب يتوقف على نقطتين أساسيتين، جانبين كما ذكرت. الجانب الأول هو هذا الاتفاق، اتفاق 29 من يناير، البنود والمرسوم رقم 13 وضمانه دستوريا، أيضا من خلال الحوار والتفاوض. هذه النقطة. الجانب الآخر عبر الوفد الكردي المشكل من أجل التفاوض والحوار مع الحكومة السورية لضمان حقوق الشعب الكردي دستوريا. نعم. دستوريا. فهناك جانبين، جانب الاندماج وخصوصية المناطق الكردية من الجانب الإداري، من الجانب الأمني والعسكري، وأيضا التفاوض من أجل تثبيت الحقوق الكردية عبر الدستور ومشاركة الكرد في جميع مفاصل، لأن الكرد ليسوا فقط متواجدين في مناطق معينة أستاذ طلعت، ليسوا فقط متواجدين في عفرين أو في قامشلي أو الحسكة، إنما متواجدين في حلب، في دمشق، في الرقة. الآن يتعرضون لانتهاكات كان آخرها قرار يعني حقيقة يحمل في طياته لربما تغييرا ديموغرافيا بحق الكرد الموجودين في المنطقة. فإذا المرجعية الدستورية باتت يعني أمر مفروض لكي يكون هناك مرجعية للكرد في سوريا. طرح من قبل الجنرال مظلوم عبدي، وذكرتها صحيفة المونيتور، بأنها المرحلة الآن وكأنها هناك تشكيل حزب سياسي أو أرضية سياسية كردية جديدة. لو نتطرق لهذا الموضوع قليلا، ما المقصود به في المرحلة المقبلة؟ أعتقد ما يتطلب في هذه المرحلة من الحكومة
من الحكومة الانتقالية هي التفاوض والجلوس مع اللجنة الكردية المنبثقة من كونفرنس وحدة الصف الكردي نعم. التي خولته هذا الكونفرنس بمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالجانب الكردي. بصراحة ما صرحت به هذه الصفيحة صحيفة مونيتور لست مطلعا عليها. نعم. إلا أن برأيي هناك تصريحات سابقة للجنرال المظلوم عبدي عبر لقاءات بضرورة تشكيل مرجعية كردية. نعم. وليس حزب كردي، مرجعية نعم. كردية ضمن إطار الكونفرنس الكردي لجنة التفاوض الكردية التي انبثقت. المرجعية تكون بشكل أوسع، هناك لجنة التفاوض، المرجعية تكون بشكل أوسع. هذه المرجعية هي التي تناقش وتقرر كل ما يتعلق بالشأن الكردي وضمن سوريا، مسألة حقوقها ومطالبها الدستورية. أعتقد ما تطرق به سابقا الجنرال مظلوم عبدي، ونراها أيضا ضرورة كأحزاب كردية، كأحزاب سياسية كردية، بلجنة التفاوض بالحوار مع دمشق، وأيضا تشكيل مرجعية كردية بشكل أوسع. هذا ما تسعى إليه الأحزاب الكردية أيضا، ويتطلب المزيد من نحن على مقربين على سنوية مرور عام على مؤتمر وحدة الصف الكردي. هذه النقطة التي سوف أذكرها. يتطلب الخطوة الأولى من الأحزاب الكردية، أحزاب الحركة الكردية، بأن يتم تفعيل هذه اللجان، وأن يكون هناك وحدة للصف والموقف الكردي بشكل أكبر في هذه المرحلة، وعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب كما رأينا قبل فترة لقاءات في دمشق نعم. عبر المجلس الوطني الكردي دون الرجوع إلى لجنة التفاوض الكردية المنبثقة. نعم. يجب أن هناك التحلي بروح المسؤولية أمام إرادة الشعب الكردي وقرارات الكونفرنس، وعدم اتخاذ أو إجراء قيام بلقاءات أو إجراءات أحادية الجانب، لأنها تؤثر بشكل عام على الإرادة الكردية. وأيضا هذا مطلب أساسي ومطلب شعبي ومطلب جماهيري للشعب الكردي بالوحدة الكردية، بوحدة الصف الكردي. لذلك النقطة الأساسية يجب إعادة النظر الحركة الكردية بمواقفها في هذه المرحلة الحساسة والتاريخية من مصير الشعب الكردي والوضع في سوريا والمنطقة بشكل عام، هو الرجوع إلى هذا الاتفاق والالتزام به، وتقوية هذه الوحدة والتكاتف الوحدة الكردية. هذه النقطة الأخرى هي تقع على الحكومة الانتقالية بضرورة الإسراع بالجلوس والتفاوض مع لجنة التفاوض الكردي. نعم. الآن كيف نستطيع الوصف الحالة الشعبية مقابل مسألة الاندماج؟ نحن نعلم بأن الضغط الشعبي كان له دور كبير في المرحلة أو هذه الشهور التي مرت ما بعد مسألة التصعيد العسكري والبدء بالاتفاقية. الآن يعني برأيك كيف ترى دور الشعب في هذه المرحلة أمام مسألة الاندماج؟ الشعب في روجافا خاصة نعم. وعموم كردستان كان له كلمته وكان له مواقفه الحاسمة، من خلال مواقفه، من خلال دعمه، دعم قوات سوريا الديمقراطية في مقاومتها، وأيضا
دعمها لهذا الاتفاق، دعمها للاتفاق وتأكيدها المستمر على ضرورة الوحدة الكردية، ضرورة وحدة الصف الكردي، والمطالبة من جميع الأحزاب والحركات الكردية بضرورة الاتحاد والوحدة والوقوف صف واحد في وجه جميع السياسات التي تستهدف إرادة الشعب الكردي. نعم. وأيضا لضمان حقوقه دستوريا في سوريا. الشارع ما زال مطالبا وما زال مساندا لهذه الخطوات التي قامت بها الأحزاب الكردية، وأيضا داعمة لهذا الاتفاق التي كان إنهاء لحالة الحرب والبدء بحالة جديدة بمرحلة جديدة عبر الحوار والتفاوض، وأيضا بما تضمن حقوق الشعب الكردي وخصوصية المناطق الكردية واعترافها دستوريا وتمثيل الكرد الحقيقي في سوريا في جميع المفاصل هيكلية الحكومة السورية. هذه المرحلة يتطلب تكاتف الشعب توحد في جميع المراحل. هناك رأينا الشعب على الأرض، الجماهير الشعبية هي موحدة، التفوا جميعا أمام قوات سوريا الديمقراطية بجميع الأحزاب وجميع الأطياف والتوجهات، كانوا صفا واحدا. رأينا في احتفالات نوروز هذه السنة التي كانت احتفالات مميزة. نعم. وأيضا نرى بجميع المواقف وجميع المواقف نرى أن هذه الوحدة موجودة. لذا من الشعب يتطلب في هذه المرحلة بشكل أكبر الوحدة والتكاتف والالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية والإدارة، دعم تطبيق هذا الاتفاق، وأيضا الضغط على الحركة الكردية من أجل الالتزام بقرارات الكونفرنس والدعوة لتشكيل مرجعية كردية والمطالبة بالحقوق الدستورية، وأيضا محاربة كافة أشكال الحرب الخاصة التي تحاول زرع الفتنة وزرع البلابل، وأيضا التفرقة ما بين صف الشعب الكردي وما بين المكونات المنطقة، جميع محاولات خلق النزعة والفتنة. أيضا يجب على الشعب أن يكون حذرا وأن يقاوم جميع هذه الأشكال الحرب التي تهاجم الكرد وتهاجم هذا المشروع الديمقراطي وتحاول خلق فتنة ما بين المكونات. يجب أن يكونوا حذرين ويكونوا صفا واحدا، والمزيد من الضغط على الحركة السياسية الكردية بمزيد من الالتزام بالاتفاق والنضال السياسي من أجل ضمان حقوقهم دستوريا. أخيرا، المرحلة المقبلة كيف تراها في مسار الاندماج، وكيف ترى تأثيرها على الواقع السوري بشكل عام؟ نتأمل بأن هذا الاتفاق من خلال جدية قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية بتطبيق هذا الاتفاق، بأن العراقيل والتحديات التي تعيق هذا الاتفاق أن يتم إزالتها عبر الحوار والتفاوض. تكون أولها أنا باعتقادي ملف الأسرى، بوقت قصير يتم حل هذا الملف والعودة الآمنة للمهجرين. أعتبر هذه نقاط أساسية، مطلب شعبي، وضرورة أن تكون الإسراع بهذه الخطوة الأخرى والمضي بمسألة الاندماج. وأرى بأن هذه المرحلة هي مرحلة المزيد من وحدة الصف الكردي وتشكيل هذه المرجعية. بوحدتنا سوف نكون القوى الفاعلة في سوريا. نعم. بوحدتنا نعم. سنكون قوة الفاعلة في سوريا
لرسم سوريا المستقبل وضمان حقوق الشعب الكردي في سوريا. نعم، لأن الأنظار الآن هي متوجهة في سوريا عامة، وأيضا من هو في خارج الأراضي السورية الأنظار متوجهة إلى مسار الاندماج ونجاح خطواته على أرض الواقع. نحن نعلم هناك عدة ملفات سياسية عالقة في سوريا، هناك ملف السويداء، هناك ملف الساحل، هناك ملف صياغة دستور مغاير لدستور فرضه النظام البعثي لأكثر من 50 عاما، فلذلك الأنظار متوجهة بشكل عام إلى مسار الاندماج في مناطق الإدارة الذاتية. جزيل الشكر لك أستاذ طلعت يونس، عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، كنت معي هنا في الاستديو. شكرا لكم لاستضافتكم. شكرا لك. إذا مشاهدينا، هذه كانت ساعتنا في هذه التغطية الخاصة عبر فضائية روجافا. طرحنا مجددا مسألة الاندماج ما بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية مع الحكومة المؤقتة في دمشق، وتأثير مسار هذا الاندماج على الواقع السوري، تحديدا مع التصريحات الأخيرة التي أدلت بها السيدة إلهام أحمد بعد زيارتهم ولقاءاتهم مع دمشق. ماذا ستحمل في طياتها للمرحلة المقبلة؟ هذا ما طرحناه. جزيل الشكر للمتابعة، إلى اللقاء.